إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها اطمأنت النفس وكذلك أيها الأحبة الكرام واستبشرت الجوارح بذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أو احتفالنا هذا أيها الأحبة الكرام مسامعنا سادتنا المشايخ فليتقدموا مشكورين. وصدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله الرحمن بينهم يراهم في وجوههم من اثر السجود يخلقهم فما خلقوا الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم وجعل ثواب هذه وذكره الله في ملأ عند. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبركته تتنزل الخيرات والبركات. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر الطاهر المطهر صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئا ببدء نرحب بضيوفنا الكرام على رأسهم السادة المشايخ الذين نوروا هذه الليلة المباركة بحضورهم، فازداد هذا المسجد وهذا المكان بنورهم بهجة وفرحا وسرورا. كذلك نرحب برئيس البلدية والوفد الولاة معه، نرحب بهم ونقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة مقعدا. ها هي ليلة من ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة من ليالي ربيع الأنوار، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نتذكره ونحتفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما حي في قلوبنا، كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ومن بين هذه الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فلا بد لنا أيها الأحبة الكرام دائما أن نتخلق بأخلاق
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر شمائل سيرته العبرة الطيبة المنيرة، وهو قائل صلى الله على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن. الصلاة والسلام عليه، كثرة الصلاة والسلام عليه. بتقول أنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونتخلق بالأخلاق بتاعه، لا بد لك من صفات. من هذه الصفات أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على لسانك يلهج وفي قلبك حي. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ومن أجل هذه المحبة نلتقي ونلتقي إن شاء الله، فنقول مرحبا بكم، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة مقعدا. والسلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وشفيعا للمذنبين، سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم الله. أما بعد، إخوة الإيمان، أمة الإسلام، أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أحييكم أولا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام أولها سلام ووسطها رحمة وآخرها بركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من أكرمكم الله سبحانه عز وجل بالوضوء في بيوتكم وزرتم الله في بيته، ومن حق المزور أن يكرم الزائر. اللهم أكرمنا ولا تخيب رجاءنا فيك يا الله يا الله. إخوتي في الله، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر موصول لشيخنا الفاضل إمام هذا المسجد، مسجد الفرقان بدوار الجليلية بلدية استديا، على استضافته لهذا الجمع الكريم المبارك ليفرحوا معه ومع أهل بلدته برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي هذه شهادة مني إليكم يصول ويجول ليخلف على مثل هذه الاحتفالات وعلى نشاطها وعلى موظفيها. نسأل الله لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. سيدي محمد يعقوب، وعن يمين سادة الفضلاء العلماء الأجلاء، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. وأمام عيني كذلك حملة كتاب الله سبحانه عز وجل الذي خاطبهم رسول الله وجعلهم الخير من أمته عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. توفيق خاصة السادة رجال
الجمعية الدينية لهذا المسجد الكريم المبارك. كلمتنا المتواضعة أمام سادتي الأئمة، أولا أستخدمهم وأطلب الإذن من ردا على أولئك الذين يقولون أن الإسراء كان بالروح فقط لا بالجسد، فنقول لهم تعالوا وتمعنوا وتفكروا وتدبروا في قول ربنا سبحانه عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهناك إخوة الإيمان نلاحظ هذا ربط أبدي ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ليبقى في عقيدتنا في عقولنا ولأجيالنا الصاعدة أن المسجد الأقصى هو قبلتنا وقبلة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجلال وجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، لا شريك له في ربوبيته وصفاته وأسمائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا قدوتنا وأسوتنا وأستاذنا معلمنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء أستسمح السادة العلماء الحاضرين معنا في هذه الجلسة المباركة النورانية، فما أنا إلا طويلب أمام هذه الوجوه النيرة التي أكرمها الله بالعلم، ولكن كلفت بذلك وأبات سيدي أوامر. ونحن في جلسة مباركة اجتمعنا من أجل أن نفرح ببلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، إنه اجتماع مشروع، بل هو سنة أن نجتمع ونذكر بعضنا بعضا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبشمائله، وبذلك يزيد إيماننا ويزداد حبنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم شمائله وأخلاقه لا يحويها كتاب ولا يكفيها خطاب. مهما طال الزمن في خطابكم عن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قليل في حقه، إلا أننا نذكر بعضنا بعضا ولو ببعض شمائله عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. هذا النبي سبحانه وتعالى رحمة، ولم يرسله رحمة للإنسانية فقط، ولم يكن رحمة للمسلمين فقط، وإنما هو رحمة للعالمين. وكلمة العالمين يدخل بها جميع المخلوقات. الحبيب عليه الصلاة والسلام على أرض الواقع مع جميع شرائح المجتمع، مؤمنهم وكافرهم، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، الأعداء والمحبين، كلهم نالتهم رحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دلوا من الماء، انتهى الأمر. ثم لشيء مثل هذه الأمور إنما جعلت للصلاة وللذكر ولتلاوة القرآن. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. رحمته عليه الصلاة والسلام مع أتباعه وأحبابه، حتى وهم يؤدون الفرائض التي فرضها الله عليهم، ألا وهي فريضة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم قوما فليخفف فإن فيهم المريض والكبير وذي الحاجة. أليست هذه الرحمة؟ أليست هذه الرحمة مع أبناء هذه الأمة؟ وإذا كان الواحد يصلي لوحده فليطول ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تصلي لوحدك صل كما تشاء، ولو أنك تصلي ركعتين في ليلة
بيننا، ليس هناك مانع. لكن إذا كان أحدنا يؤم أناس في مجلس أو بمسجد أو بمكان ما فليتعامل بالرحمة والشفقة على من خلفه، لأن هؤلاء فيهم المريض وفيهم العاجز وفيهم الكبير وفيهم من له الحاجة. لا بد أن نراعي أحوال الناس في النموذج حتى نعلم أن هذه الرحمة شملت الجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذات يوم من الأيام رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حمارا شرف الله قدركم وقد وسمه صاحبه بين عينيه، والوسم وهو الكي بالنار، وسمى كي بالنار بين عينيه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله من فعل هذا. صلوا على الرحمة المهداة. لعن الله من فعل هذا حتى مع الحيوان، وممنوع إيذاؤه، فكيف بمن يؤذي إخوانه المسلمين؟ كيف بمن يؤذي الموحدين؟ إذا كانت اللعنة تنزل على من آذى حمارا، فمن آذى إخوانه المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرحمة حتى جبريل عليه السلام سفير الله إلى رسله وأصابته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ذات يوم من الأيام سأل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أخشى العاقبة، ولكن أمنت من مكر الله عز وجل حينما نزل قوله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أمن من مكر الله عز وجل عند نزول هذه الآية. قلنا نبينا عليه الصلاة والسلام رحمته للعالمين، للكفار وللأعراب الغلاظ ولأتباعه من الأحباب حتى للعصاة. ولعلي أختم بهذه القصة. رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالعصاة. ذات يوم من الأيام هو في مجلس كهذا، فيدخل عليه الشاب قوي ويقول: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. لا إله إلا الله. توجه هذا الكلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بحضرة الصحابة: ائذن لي في الزنا. فينهره الصحابة مهما. فيقول النبي والرحمة المهداة: أدنه، اقترب يا شاب. فيقترب هذا الشاب الذي يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه رخصة كي يزني، كي يفعل هذه الفاحشة. فيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فيخاطبه الحبيب عليه الصلاة والسلام بخطاب ملؤه الشفقة والرحمة واللين، فيقول: أترضاه لأمك؟ فيقول الشاب: لا، فداك أبي وأمي. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. ثم وضع الحبيب عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على صدره ودعا له الله عز وجل قائلا: اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء أبغض إليه من فاحشة الزنا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأسمحوا سادة العلماء وعلى رأسهم السيد المفتش على هذه الكلمة ربما رفعت بها صوتي، ولكن هذا هو خطابي وهذا هو منهجي. Amin.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، كلما ذكره وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن نبيهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الحضور الكرام، أستسمحكم وأستسمح السادة المشايخ الأفاضل أني لست من فرسان أهل هذا الميدان ولا من فطاحلة هذا المكان، وإنما كلفت من طرف معتمد لهذه البلدة الطيبة النورانية بهذه الكلمة مداخلة حول نور النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الحق سبحانه عز وجل خلق نوره قبل خلق آدم عليه السلام. فسيدنا آدم لما أدخل جنة الامتحان وخلق معه زوجة وأراد أن يقربها فقالت له حتى تقدم مهرها. فما مهر أمنا حواء؟ قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النور الذي هو نور أبدي إلى أن تقوم الساعة، وكيف لا؟ والإمام محمد الغزالي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، ذاك العالم الهمام المصري المحب للجزائر والجزائريين وطلبة الجزائر على الخصوص، يقول إن الحق سبحانه عز وجل لما خلق الملكوت، والملكوت يعني العالم العظيم من كواكبه السيارة ومن فسيح ما خلق الله سبحانه عز وجل، فقال كان الملكوت يسبح الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يلهمها إياه شخص من الناس. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، جمع الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمنيت من الشيخ الطيب أن لا ينهي حديثه عن أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم من الله نور.
إنما مثلي ومثل الحبيب صلى الله عليه وسلم كمثل أعرابي كان يسير في الصحراء فأظلم عليه الليل فتاه الطريق، فما هي إلا لحظات حتى أضاء ضوء القمر، فأراد أن يشكر القمر فقال: ماذا أقول لك يا قمر؟ فدعا النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول لك يا قمر؟ أقول لك رفعك الله؟ لقد رفعك. أقول لك جملك الله؟ لقد جملك. فماذا أقول لك يا قمر؟ أقول لك رفعك الله؟ لقد رفعك. وأقول لك جملك الله؟ لقد جملك. وأقول لك نورك الله؟ لقد نورك. فماذا نقول عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: نورك الله؟ لقد قال له ربه: لقد جاءكم من الله نور. نقول له: رفعك الله؟ لقد قال له ربه: ورفعنا لك ذكرك. نقول له: جملك الله؟ لقد قال له ربه: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعطى كذلك أسماءنا الشيخ سي محمد بمليح البصيري: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فالصدق في الغار والصديق لم يرم، وهم يقولون ما بالغار من أرم. أقسمت بالقمر المشقق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. إذا تحدثنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تحدثنا عن القدوة، وإذا تحدثنا عن الأسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة. فأردت في هذه الدقائق وتمنيت أن لا أعطى الكلمة، كنت أصرف الكلمة وأقول: لست لها، كما كان يقول آدم: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، حتى أتى الدور علي. ففي هذه الدقائق أحدثكم بمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزة حدثت يوم الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام حفر أو جعل خندقا حول المدينة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه راوي الحديث يقول: بتنا 3 أيام لم نذق طعام، 3 أيام لم نذق طعام، وما من أحد منا إلا وقد ربط حجر على بطنه، ما منا إلا ورجل قد ربط حجر على بطنه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. فهال الأمر وآلمني ذلك المنظر، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي، فذهبت إلى فذهب إلى زوجته وقال: يا امرأة، هل لك من شيء؟ قالت: ما لنا من شيء إلا صاع من شعير وشاة ضعيفة هزيلة. فقمت أنا إلى تلك الشاة فذبحتها وسلختها وقطعتها ورميتها بالقدر، وقامت زوجتي إلى ذلك الصاع من الشعير فطحنته وعجنته وصنعت له الخبز. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح المسرور، وقلت: يا رسول الله، صلوا على رسول الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني قد صنعت لك طعام وعين، إيش فيها؟ فتعال أنت و2 أو 3 معك. إذا هو أنت وجب معك الشهداء. فماذا فعل الكريم؟ فماذا فعل الحبيب؟ هو ليس باللئيم، شيء يردي يروح وحده يأكل وحده ويخلي الناس يخدموه. فقال: أيها الناس، إن جابر قد صنع لكم طعام فهيا. فجابر قال: يا رسول الله،
إنه طعام قليل غير شبيع. أنت بيتفتحني مع المرأة. إنه قليل. فقال أيها الناس إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهيا. فذهبت كما قال وذهبت إلى الزوجة مسرعا وقلت لها يا امرأة. فقالت له هل حضر النبي؟ فقال حضر النبي وحضر كل الجيش. فقالت له ولو قلت له إنه طعام قليل؟ قال لها لقد قلت له إنه طعام قليل. قالت هو أدرى بما يفعل. فلما حضر الجيش وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه البصيري فيقول كأنه هو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. فانطلق النبي وانطلق الجند إلى أين؟ إلى بيت جابر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لجابر ابقى بوابا اليوم، ابقى في الباب، وعندما أقول لك أدخل 10 أدخل 10. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي وأمر جابر أن لا يمس اللحم ولا الطعام. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وسمى على ذلك الطعام وقال يا جابر أدخل 10. بيرا يقول له أنا عندي جمع عيز والجبورة يقول له دخل 10 أدخل 10. فدخل 10 فأكلوا وشبعوا وانصرفوا وهم يقولون الحمد لله إنه طعام مبارك. قال جابر وأنا بالباب أنتظر ماذا يقولون. كما سأليكم داير اليوم صدر الناس وش يقولوا ما شبعناش، طعام ماشي مليح، طعام ماشي طيب ماشي مفور. الحمد لله إنه طعام مبارك إنه طعام مبارك. قال يا جابر أدخل 10. فأكلوا وشبعوا وانصرفوا. أدخل 10 فأكلوا وشبعوا وانصرفوا. فسئل جابر كم كنتم حينها؟ قال كنا 300. قال كنا 300 ولو كنا 1000 لكفانا ذلك الطعام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا مالك تفرقا نسأل على شقي ولا محروما. وغدا راهي ولد يدخل هذاك اللي راه مريض ولا ربي سبحانه وتعالى ربي يشافيه ان شاء الله، ربي يشافيه ان شاء الله، ربي يعافيه ان شاء الله، الله طهور ان شاء الله يا ارحم الراحمين. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فما علينا الا ان نحتسب ونصبر. ربي سبحانه وتعالى ربي يفرحك فيه، ربي يفرحك في خيرك ان شاء الله يا ارحم الراحمين. ربي يبارك فيك، ربي يبارك في الحضور المشايخ نتاعنا، ربي يبارك في الجميع. اللهم يا رب اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمنا وارحم والدينا وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين.